ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ولسه مكملين مع حضراتكم فقرتنا دلوقتي عن متابعة الانتخابات الرئاسية وأهمية المشاركة في العملية الانتخابية والحرص على التصويت. الانتخابات يجب أن تكون بمعايير موضوعية، بمعنى أن الانتخاب يجب أن يكون بعيدا عن أي مصلحة، وأن يكون انتخابا واعيا لقضايا الوطن والفكر الديمقراطي لكي يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية. حول أهمية المشاركة في الانتخابات والتصويت يسعدنا يكون معنا النهاردة الكاتب الصحفي يسري السيد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ورئيس تحرير مجلة مصر المحروسة .نت. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة ومشاهدين طيبين يا فندم. شايف حضرتك المشهد الانتخابي كان ازاي امبارح؟ طبعا مشهد يأتي في ظل ظروف بالغة الصعوبة. صحيح. يعني قبل كده كنا بنتكلم عن حدود ملتهبة، حدود ملتهبة في الجنوب وحدود ملتهبة في الغرب. أيوة. اضافت بشكل أكثر قسوة للحدود الشرقية. بنتكلم على يعني تهديدات وجودية للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية. وفلسطين هي إذا كنا بنتكلم عن السودان هي الحديقة الخلفية لمصر، فأنا أستطيع أن أنا أقول أن فلسطين هي الحديقة الأمامية لمصر. لا يمكن أنك أنت نتكلم أن مصر بس داخل حدودها. الأمن القومي المصري على الدايرة الأولانية أو الدايرة الأولى داخله فيها فلسطين والسودان وليبيا. طبعا الأمن القومي المصري من المحيط للخليج، لأن الدول الكبرى أمنها القومي بيخرج من الحدود الضيقة إلى دايرة التأثير أو دايرة التأثر بها. فدايرة الأمن القومي المصري الدايرة الأولى زي ما قلت فلسطين، لبنان، قصدي ليبيا، السودان، والدايرة الأكبر تمتد من المحيط الأطلنطي إلى الخليج العربي. طيب المسألة بقت مش مجرد مناوشات زي ما كانت بتحصل في ليبيا، فاحنا نقول يعني الحدود بتاعتنا خط أحمر ومحدش يجي فخلاص خلصت الليلة. لا، الجماعات المتصارعة في ليبيا صحيح هدفها مصر، لكن مش صراع وجودي، لكن بالنسبة لإسرائيل هي صراع وجودي. وفي نفس الوقت كيان سرطاني متوسع بيبص ان يكفي ان انت بتتكلمي ان واحنا واخدين في العلوم السياسية ان اي دولة عبارة عن شعب وارض وسلطة. طبعا هم كيان قايم على شعب مزدوج الجنسية مستخدم ومستهجر من بلاد اخرى وارض مغتصبة. للأسف وصلنا يعني بالأمر الواقع وسياسة الأمر الواقع نقول بس إيه، تقام فلسطين على الأراضي اللي احتلت بعد 67، رغم أن الأصل هي فلسطين كاملة بتاعت الشعب الفلسطيني. هم أصحاب الأرض الفلسطينيين دول جايين مهجرين، بدليل أن في الأزمة الأخيرة ديت التفاوض على مزدوج الجنسية. يعني كل الرهائن اللي موجودين الدول الغربية بتتكلم ليه؟ لأنهم مزدوج الجنسية بيحملوا الجنسية بتاعت بلادهم مع الجنسية الإسرائيلية. في ظل ده بقى الظروف الإقليمية للحدود المصرية، عايزين نتكلم عن أهمية الأمن القومي وأهمية الانتخابات. ده بقى بتبرز أهمية الجبهة الداخلية. انت داخلة زي ما بيقولوا كده في منطقة مشتعلة. هل انت داخلة المنطقة المشتعلة دي تبقي مستقرة داخليا ولا عندك استقطابات وتمزقات داخلية؟ طبعا. ده حتى إسرائيل بتمزقاتها والشتات وغيره وغيره عاملين حكومة حرب، وعاملين يعني محاولة تماسك جبهة من الشتات. فما بالك بمصر؟ لا، يبقى مصر لابد ان احنا عشان كده الانتخابات دي في غاية الصعوبة والأهمية. أهمية ان كيف تختاري من يقود الوطن في هذه اللحظة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، السؤال المهم واحنا بنختار، هل لدينا الوعي الكامل علشان نختار؟
ايا كان. نقطة مهمة جدا، عايزين نتكلم ايه هو الوعي السياسي واهمية الوعي السياسي، وهل الشارع المصري بقى فيه شيء من النضج بالنسبة للوعي السياسي بعد التجارب السابقة؟ بص حضرتك، يعني في جملة شهيرة جدا، الشعب هو القائد، يعني الشعب هو المعلم، يعني احنا اللي كله بيتعلم من الشعب. تعالي بقى لما تلاقي الشعب ده هو الشعب المصري. الشعب المصري هو نتاج حضارات آلاف السنين. صحيح. فانت المواطن البسيط اللي في الشارع ده، وانت لما بتتكلمي معاه بشكل مبسط بتلاقيه بيكلمك في النظريات، في الاقتصاد وفي الفلسفه، وهو اصلا ما دخلش المدرسه يعني. ده نتاج ايه؟ نتاج الحضارات اللي هي طبعا. موجوده، التراث اللي هو خده، والتراث البوتقه اللي اتصارت فيها جميع الحضارات دي. طيب انت دلوقتي قبل كده بالنسبه الوعي بشكل عام هو ادراك اللي حواليك او ادراك ما داخلك، يعني وعي داخلي. صحيح. ووعي خارجي. صحيح. انك انت تبقي على وعي. هل انت لو حتى في باللغه بسيطه لما الدكتور يقول لك فقد الوعي، فقد الوعي يعني ايه؟ يعني مش قادر يتواصل مع الخارج. واحيانا لما بيبقى الواحد في غيبوبه ذهنيه يعني، فيقول لك ده فاقد الوعي، ما يعني رغم ان هو صاحي يعني، بس هو مش قادر يتواصل داخليا، مش قادر يتواصل معاك. فهل احنا على اي درجه من درجات هذا الوعي؟ انت قبل 11 25 يناير كان نتيجه لبعض التجارب الديمقراطيه السيئه، او نتيجه ان الناس كانت حاسه ان صوتها مش مهم، صوتها مش مؤثر، في ناس تانية بتتولى المهم عنها، بيختاروا لها الافضل، واخده بال حضرتك. وكنا احسن يعني، بتطلع النكات، انت عارفه الشعب المصري يعني ابو النكات، يقول لك يعني في ناس هتقوم بالمهمه مكاني، يعني هتصوت مكاني. فما كانتش بتحصل شبه هذه الانتخابات الديمقراطيه بشكلها العام، لكنها مش ديمقراطيه اصلا، لانها قايمه على التعصب والقبليات. كانت في الانتخابات البرلمانيه اللي كانت في الاقاليم، دي اللي كانت نظرا للعصبيات اللي موجوده، ده من عيله فلان، ده تبع مين، ده مش عارف ايه، والناس تروح عشان ده. فكان فيها داخل فيها التعصب القبلي يعني، واخد بال حضرتك. بعد 25 يناير المساله بدات تختلف. طبعا. بدا في اجيال من الشباب طالعه، في صحيح. انفتح على العالم بدون وصايه. يعني ما بقاش وسائل الاعلام المحليه هي اللي بتديله بس المعلومه، لا ده بقى ولا حتى يخش في الاذاعات الاجنبيه زي ما كنا اجيالنا بتعمل والمحطات الاجنبيه، لا ده بقى على السوشيال ميديا دلوقتي بيخش في اي حته، وعلى الانترنت بيخش في اي حته، بيعرف العالم كله فيه ايه، فمش هتقدر تتحكم فيه. بالزبط. فبدأ يعرف، فبدأ يبقى عنده درجه من درجات الوعي. بدأ ينتقل الوعي ده من الشباب للاجيال اللي قبل كده، بس وفيهم الروح تاني، لا صوتنا مسؤوليتنا، احنا لازم نبقى مهمين ومؤثرين، ومش هنسمح لحد ان هو يتولى التصويت عننا. فبدأ الاجيال تخش، ودخلنا في كذا تجربة انتخابية ثبت فيها ده، لكن في تجربة من التجارب لعب فيها أهمية الوعي. أهمية الوعي ان انت ازاي يبقى عندك وعي ثقافي ووعي سياسي، ان ما حدش يجي يضحك عليكي. يعني هي قضية الوعي قضية مهمة جدا 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 جدا, جدا. فلازم نتكلم عن أهمية الوعي، وخاصة في المرحلة اللي احنا فيها دي، أهمية الوعي الانتخابي. الوعي هو الوعي الانتخابي؟ الوعي الانتخابي ان نمرة واحد، ان انا لازم اروح الانتخابات، لازم اوصل لصندوق الانتخابات واختار اللي انت عايزه. صحيح. يعني كون انك انت تروح للانتخابات وتسجل اسمك انك انت في الانتخابات، ده يخلي العالم كله ينظر الينا ان احنا نتاج تجربة ديمقراطية. الرئيس المنتخب جاء نتيجة انتخابات ديمقراطية، مش نتيجة مجموعة صغيرة هي اللي راحت. انت ازاي يعني تسمح لنفسك او تتوائم نفسيا انك انت تخلي مكانك حد يشغله، او ازاي تسمح لاقلية اللي هي هتروح ان هي تقرر مصيرك. يعني انا دلوقتي تخيلي احنا مثلا حوالي 70 مليون، يعني حاجه و60 مليون هم اللي لهم حق التصويت. تخيلي لو رحنا 50 مليون غير لو رحنا 5 مليون. يعني 5 مليون بالنسبه لل 50 مليون اقليه. ازاي يا اغلبيه اللي انتوا 50 مليون تسمحوا لل 5 مليون ان هم يختاروا لكم ايا كان
الاختيار. صحيح. صحيح. فانت في تجربه الشكل انت بتصدري صوره لمصر للعالم كله ان هذا البلد الحضاري فيه تجربه ديمقراطيه، والرئيس القادم لمصر جاء عن طريق صناديق الانتخابات وجاء عن طريق ديمقراطيه حقيقيه. طبعا الديمقراطيه ما بتجيش بس في مرحله التصويت، المفترض في مراحل سابقه وفي مراحل لاحقه. انت المفترض بتشتغلي على الوعي والاعلام، اجهزه الاعلام، بما اني في التلفزيون المصري وانا واحد من ابناء التلفزيون المصري يعني وابن الصحافه القوميه، علينا دور كبير جدا في الوعي بتاع المواطن، زياده الوعي بتاع المواطن. لازم اعرفه اهميه المشاركه السياسيه. صحيح. والمفترض ده الجزء الاعلامي. الجزء الثقافي، وزاره الثقافه منوط بيها انها ترفع الوعي من خلال أصول الثقافة والكتب والندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية. الأوقاف والأزهر عليه والكنيسة عليها في مؤسساتنا الدينية كلها إنها ترفع الوعي بتاعها في المواطن المصري اللي بيروح في الكنيسة أو في المسجد. التعليم، وده حجر الأساس، إن إزاي أرفع الوعي وخلي فكرة المشاركة جاية من الطفل وهو في الحضانة. طبعا. يعني ازاي اعرفه ان هو يعمله. احنا كنا زمان بنعمل اتحاد للفصل، وده الالفا. أيوة. الالفا زمان، وفي الجامعه اتحاد طلبه. لا، في الجامعه يعني المساله اتطورت بقى في اتحاد طلبه، ما زال بيستمر. لكن الحضانه كان او في ابتدائي يقول لك ده الالفا بتاع وده النائب بتاعه، ده مش عارف ايه. فمين اللي اختارهم؟ احنا اللي كنا بنختارهم، واخده بال حضرتك؟ فانت ربيتي من البدايه في الطفل انه كيف يختار صح ممثله. نمرة 2، ازاي نعلمه كيفية الاتفاق والاختلاف. دي حاجة مهمة دي جدا. مهمة جدا خاصة من الصغر. من الصغر. ازاي لما هو ازاي نعلمه وازاي ممكن ننشئ جيل ونعد جيل جاهز للمشاركة السياسية ويكون عنده وعي فعلا. المشاركة السياسية قايمة على الاختلاف. ما احنا كلنا مش متفقين على حاجة، كلنا مختلفين. فازاي نحترم ان الأغلبية بتاعتنا قررت كذا، فاحنا هنمشي مع الأغلبية دي لحد ما نمشي في المجال ده على مجال الأسرة. ازاي نزرع في ولادنا فكره الديمقراطيه؟ لما نيجي الاب عاوز ياخد قرار، طب ايه رايكم يا اولاد؟ فده يقول وده يقول وده يقول. طبعا هو عنده درجه من درجات الوعي، عارف ان وعي الطفل الصغير شكله ايه، لكن فكره اشراكه في اتخاذ قرار، وبعد كده يقول له يا حبيبي احنا اخترنا القرار ده علشان خاطر كذا وعشان خاطر كذا وعشان خاطر كذا. فيطلع الطفل من صغره صحيح. في الاسره الصغيره فكره حاسس المشاركه، ان هو ليه دور وليه مشارك في القضيه. بالزبط. الاسره دي هي اللبنه الاساسيه للمجتمع، هي المجتمع هو البنيه الاساسيه للدوله، هي الطوبه الصغيره اللي بتبني بيها جدار المجتمع وجدار الوطن وغيره وغيره. اذا صحت هذه اللبنه الصغيره هيتصح بعد كده الجدار. فانا يعني انا بقف كتير قوي على فكرة الوعي، لأن في كثير من الأنظمة في العديد من دول العالم بعض الأنظمة الدكتاتورية ترى أن استمرارها يكمن في عدم وجود الوعي. فوجود الوعي عشان تقدر تستمر طبعا أكيد. على المستوى الديني ليه شيوخ الظلام او ينشروا الوعي الخاص بيهم؟ ليه؟ لان مفيش وعي اخر يقدر يقف قدامهم. صحيح. لو انا في جامع او في مسجد ولقيت شيخ بيقول كلام، واخد بال حضرتك، او كنت في كنيسه ولقيت قس بيتكلم في حاجه ولقيت الكلام ده مختلف معايا، وانا هروح اقول له بعد الخطبه، اقول له حضرتك بتقول كذا كذا، لا فقهيا في كذا كذا كذا، ودينيا في كذا، السنه بتقول كذا، الكتاب بيقول كذا، الاجماع بيقول كذا، القياس بيقول كذا. هيرى بعد كده هيتراجع، لانه هيحس ان الناس اللي بيخطب فيهم على مستوى وعي مختلف، واخد بال حضرتك؟ فمش يعني الوعي هنا هيخلي اي خفافيش للظلام او للارهاب او للتطرف مش هتنمو. اي بذور لهذه مش هتنمو في تربه مليانه وعي. فانا فكره الوعي مش سياسه فقط،
ده اقول لحضرتك صحيح. الوعي الصحي. صحيح طبعا. لو احنا عندنا كلنا وعي صحي معين، مش في امراض معينه منتشرة هتيجي. طبعا. واخد بال حضرتك؟ أو تنتشر أمراض كتيرة. لو انا عندي في المنشاه، لو انا عندي وعي باهميه المنشاه، مفيش حد هيهمل في منشأته. صحيح. مفيش حد هيكسر الوعي في جميع المجالات. في جميع المجالات. الوعي بمفهوم واسع هو الإنسان. يعني أحيانا في بعض تفسيرات الوعي، وأنا برضو بختلف معاها شوية، إن بيقول لك الوعي هو ده اللي بيميز الإنسان عن الحيوان وعن الجماد. أنا بختلف ليه؟ لأن أنا بشوف في بعض الحيوانات عندها وعي في العالم بتاعها. يعني كل عالم وله الوعي الخاص، لا وعيه خاص، ودرجته ولغته ومنهجه وسلوكه والكلام ده. يعني انا عاوز تقولي لي ان في مملكه النحل دي ما فيهاش وعي؟ المملكه اللي هي آلاف مؤلفه بتسمع كلام الملكه وفي نفس الوقت بتعمل الخلايا وبتعمل النحل والنظام الدقيق، دي ما تقوليش عنده وعي؟ طبعا. مملكة النمل طبعا. ما تقدريش تقولي عندها وعي. مملكة الحيوانات كله، بس يعني كل حاجة بدرجتها، كل حاجة في إطار العالم بتاعها. فإذا استثنينا المفردة دي، وعي أنا كإنسان هو اللي بيميزني. ووعي أنا لو بدرجة معينة هيختلف عن وعي حضرتك. لو حضرتك أكثر ثقافة هيبقى وعيك أكتر مني، لو حد تاني أكثر ثقافة في مجال معين هيبقى أكثر وعي مني ومنك، وهكذا. فهنا المجتمع بقى هو حصاد وعي الأفراد المتنوع، وفي نفس الوقت حصدنا كلنا في الوعي العام، الوعي الجمعي العام، الوعي بتاع المجتمع كله، الوعي بتاع الوطن كله. احنا وعينا هيتترجم في عدة حالات. بالنسبة للسياسة والمشاركة السياسية والمشاركة الديمقراطية، ده جزء من الوعي السياسي. الوعي السياسي فكرة ان وجود احزاب، حركة حزبية تنمي الفكر السياسي بتاع الناس، علشان ما نسيبش الساحة لبتوع التطرف والحاجات اللي هي تحت الأرض. تبقى كيانات مجتمعية، منظمات مجتمع مدني طبعا. اللي هي الأحزاب تبقى موجودة، فالناس تخش تشتغل فيها. في الجامعة يبقى في أنشطة، في المدارس، في غيره. يعني فكرة ان التعليم مش كيمياء وفيزياء بس، مش مناهج علمية بحتة بس. لذلك انا بدعو ان احنا كان عندنا مادة التربية الوطنية زمان. يعني فكرة الوطن، فكرة المواطنة، فكرة إن احنا كمواطن. يعني ايه مواطن؟ يعني ايه فكرة ان انا ادير اختلاف مع كل اللي حواليا وما اخسرهمش، ان احنا مع بعض في عمارة واحدة او في شغل واحد مختلفين بس اصحاب. يعني مش لازم، يعني ما احنا في الاسرة الواحدة بتلاقي حد اتجاه وحد تاني اتجاه. هل معنى كده ان هم بيسيبوا الاسرة؟ ما بيسيبوش الاسرة. طب اذا كانت الاسرة فيها الاختلافات ومع ذلك بتجمعهم رابطة الاسرة، طب ما بالك بالوطن؟ لازم نبقى عارفين فكرة الاختلاف بتاع الوطن. يترجم ازاي؟ يترجم ان انا لما ابقى عند الدرجة العالية من الوعي ده هقدر اختار من يمثلني. طب ازاي اختار؟ وازاي تقدر ان هو يبقى فيه تكون ثقافة التسامح الفكري المتبادل؟ بص حضرتك، زمان كانت المسألة فيها صعوبة. انا اعتقد دلوقتي المسألة سهلة جدا. يعني اقول لحضرتك، انت دلوقتي لو انا كنت هترشح مثلا عضو مجلس شعب مثلا، فانا لازم اعمل صورة واعمل مش عارف ايه واعمل ايه. لو انا هترشح رئيس جمهورية هعمل مش عارف ندوات وصورة ومش عارف. المسألة دلوقتي مختلفة جدا. برنامج تلفزيوني زي اللي احنا بنتكلم فيه قادر ان الناس تعرف انا بفكر ازاي. طبعا. واخد بال حضرتك؟ والسوشيال ميديا والمنصات. لسه انا هقول لحضرتك. تخيلي انت مثلا التلفزيون ما بتحبوش يسر السيد، خلاص المرشح ده وحش، خلاص مش هنجيبه، خلاص. انا بكاميرا موبايل على اليوتيوب هعمل لقاء نص ساعة اشرح فيه البرنامج بتاعي، واشرح فيه كذا ورأيي ايه في كذا، واعمل ايه واسوي ايه وكذا وكذا وكذا. انت عارفه حضرتك طبعا ان بعض الحاجات على النت بيشوفها ملايين، ما بيشوفهاش البرامج التلفزيونيه يعني، وفي مقالات بيقراها ملايين، ما بيقراهاش اللي في الصحف يعني. واخد بالك؟ فالمساله ما بقاش في حجه في كيفيه الوصول للناخب او كيفيه الوصول للشريحه اللي انا عاوز اروحها. لو انا كاتب دلوقتي وبكتب مقال وما نشرهوش ليا في الجورنال، بسهوله جدا هحطه على الانترنت.
واخد يعني بالك؟ في طرق اخرى طبعا، بقى في طرق اخرى. كتيرة. فاذا كان ده بالظبط. في الصحافه وفي البتاع، فما بالك بمفكر عاوز يوصل بفكره. يعني انت احيانا مثلا بعض البرامج مثلا ترى ان هناك افكار او جانب فلسفي صعب انه يتقال على الملأ، صاحبه بسهوله جدا دلوقتي كاميرا موبايل، النظريه الفلانيه ديكارت بيقول كذا وجيتا كذا ومش عارف ايه كذا وده كذا، مش هيبقى اسير تلفزيون او جورنان يقول له لا المقال بتاعك ده تقيل على القراء مش هنقدر ننشره، او التلفزيون يقول لك لا احنا هنعمل برنامج الطبخ احسن هيجيب لنا ملايين المشاهدين، لا ده معقد ولغه معقده، لا يقدر برضه توصل. فهي فكره التواصل مع الناس بقت سهله جدا، وبالتالي الوعي هنا حتى، وانا من خلال هذا البرنامج انا بقول على المثقفين المصريين والمفكرين المصريين والمبدعين المصريين والاطباء المصريين كل في مجاله مسؤوليه مباشره عن ازاي يوصل للناس عشان يرفع وعيهم في هذا المجال المتخصص. صحيح. يا تخيل انت لو طبيبه كل شخص في مجاله، في مجاله طبعا. وكاميرا موبايل وبتتكلمي وبتشرحي للناس وكذا، انت مسؤول. زي فكره زمان كان نظام الخدمه العامه اللي كان زمان يقول لك امحي اميه 10 مثلا ولا امحي اميه كذا، ده مشروع تاني في الوعي على فكره. يعني انا بطالب ان كل خريج الجامعات يبقى احد مشاريعهم التخرج كل واحد يعمل أمية 10. عيب قوي ان احنا في نهاية 23 بنتكلم على أمية اللي هو بيقرأ ويكتب. ده الأمية دلوقتي اللي هو ما بيعرفش يتعامل مع الكمبيوتر. الأمية دلوقتي ازاي فنيجي احنا لسه واقفين على فكرة الكتابة لا وتطور المسألة دي. فأنا فكرة الوعي ليست مسؤولية الحكومة فقط، ولكن مسؤولية كل منظمات المجتمع المدني، كل الأحزاب، الجامعات، المدارس، التعليم، ثقافة، الناس نفسهم. وده أهم جزء في المسألة. بالظبط. لازم ندي لنفسنا والجميع فرصة للنزول والمشاركة والانتخابات، ونعرف ان صوتنا حتى لو صوت واحد. في بعض الناس بيعتقدوا ان هم صوت واحد مش هيفرق، لكن عايزين نعرفهم ونأكد عليهم ان صوت واحد فعلا هيفرق وليه أهمية. صوتي هيفرق لو ما كانش هيفرق في المجموع، هيفرق بالنسبة لي. هيفرق ان انا نزلت اشتركت في العمليه الانتخابيه، وكان ليا دور، دخلت، انا ليا دور. انا رقم. صحيح. محسوب. مش لا رقم. يعني يجب ان الكل يعرف ان المواطن المصري رقم، ورقم صعب. لان على فكره وعي المواطن، واحنا بنتكلم ببعض الملاحظات، لكن وعي المصريين اذكياء جدا. بننهي لقائنا بأن كل مواطن مصري هو رقم، ورقم صعب. الكاتب الصحفي يسري السيد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ورئيس تحرير مجلة مصر المحروسة .net، شرفتنا ونورتنا. بشكرك على وجودك معنا. كل سنة وانتم طيبين والمصريين كلهم طيبين. آمين. وربنا يحفظ البلد. آمين يا رب جميعا. مشاهدينا هنروح فاصل ونرجع لكم مرة تانية، خليكم معنا.